ايوه، اللي حضرتك قريته في العنوان ده صح. احنا النهارده هنتكلم عن الجانب المختلف عن كاموتش مهاجم الاهلي الجديد اللي محدش على السوشيال ميديا تطرق للكلام عليه. طب احنا الكلام ده هنجيبه من بيتنا؟ لا، احنا جايبناه من الانترفيو الوحيد للاعب ده على السوشيال ميديا. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. سهل قوي، احط لك فيديوهاته، اسيستاته، احصائياته، زي ال 20 او 25 فيديو اللي هتلاقيهم على اليوتيوب بنفس عدد الاهداف، بنفس ستايل الاجوان اللي موجوده، لان الراجل اصلا جايب في كاريره كله 40 جون، فهتلاقي الفيديوهات متشابهه. انما الفيديو ده هنتكلم في شق تاني وجانب تاني بيأثر على مستوى كاموتش ده في الملعب. خليني في عجاله اقول لك في دقيقه كده اللي بيتقال في كل الفيديوهات، ان الراجل ده انجولي برتغالي مواليد 99، طوله 188 سم، مميز بضربات الراس، كورته كويسه، مهاجم مميز في الواحد على واحد، راجل شويه عنده سرعه. كل تجاربه في الحياه لحد السن ده اللي هو 27 سنه كان في اكاديميات سبورتنج لشبونه في ناسيونال ماديرا في البرتغال. بعدها لعب في نادي درجه رابعه في البرتغال عشان ياخد الماتشات مع الفيرست تيم، وبعدها انتقل للسويد في نادي تاني في السويد في النرويج. ده اللي هتلاقيه في كل حته. ارقامه بقى وطريقه انتقالاته اللي كلها فري ترانسفير وبيروح من نادي للتاني تقريبا ببلاش خلتني اقلق منه. فالواحد لو هيجي يرشح 10 بروفايلات للنادي الاهلي، مش من العشرة هيكون كاموتش ده اصلا. على مدار الاسابيع اللي جايه هتشوف حضرتك بنفسك فيديوهات وكلام عن 10 مهاجمين كان ممكن يترشحوا للاهلي افضل من كاموتش بناء على الارقام والاحصائيات. عشان نكمل باقي كلام الشباب، 29 ماتش السنه دي على مدار السنه الميلاديه اللي انتهت، يعني راجل مسجل 17 جون وده رقم عالي جدا، وسبع اسيستات بمعدل 20 ماتش. يعني الراجل ده تقريبا بيسجل كل ماتش. بناء على ارقامه الموسم ده انت تقول انها صفقه سوبر ومرعبه وراجل عنده استمراريه، بس الحقيقه ان الباقي الارقام على مدار المواسم اللي فاتت هي المشكله. زي ما قلت لك اللاعب ده 27 سنه، لك ان تتخيل ان لاعب 27 سنه ده لعب 100 مباراه فقط على المستوى الاحترافي؟ ده رقم ضعيف جدا. يعني انا النهارده لعيب زي احمد عبد القادر في الاهلي مثلا مواليد 99، او محمد عبد المنعم 99، او محمد شكري 99، او حتى كوكا 2001، كل الناس دي لعبوا اكتر من 100 مباراه على المستوى الاحترافي. وسام ابو علي قبل ما انت تجيبه حتى للاهلي وهو مواليد 99 لاعب اكتر من 100 مباراه على المستوى الاحترافي. وهنا بقى القلق، ازاي اللاعب ده لحد النهارده لاعب 100 مباراه بس على المستوى الاحترافي؟ وده بقى اللي خلى اخوك ابو حميد يتعب بقى شويه، ونروح للحته اللي محدش اتكلم عليها. الراجل ده عمل انترفيو على اليوتيوب من حوالي سنه اول ما انتقل للنادي النرويجي، في اجابات على اسئله كتير. اول سؤال: ازاي 100 مباراه فقط على المستوى الاحترافي وانت عندك 27 سنه؟ ازاي انت لاعب لحد النهارده ما لعبتش ولا مباراه دوليه ولا برتغال ولا انجولا؟ ليه بتنتقل ترانسفير فري من في كل الانديه اللي لعبت فيها باستثناء النادي النرويجي اللي الاهلي اشتراك منه او اخدك اعاره منه؟ كل الاسئله دي اجابتها بقى في الانترفيو ده. عشان نرد بقى على كل الاسئله دي اضطر اخوك ابو حميد يتفرج على الساعه ونص في الانترفيو دول ويجي يقولهم لك لحضرتك في تقريبا 5 دقايق. اول سؤال: ليه اللاعب ده لحد النهارده ما لعبش ولا ماتش دولي؟ الاجابه بمنتهى الهدوء: لان اللاعب ده مش انجولي. اللاعب ده يحمل الجنسيه الانجوليه، بس هو غالبا ما يعرفش انجولا دي موجوده فين اصلا على الخريطه. عمره في حياته ما راحها، بعد ما تم سنه في عمره راح البرتغال. غير كده هو ما يعرفش انجولا دي فين. عشان كده بقول لك ان احنا جايبين مهاجم اوروبي اصلا مش لاعب افريقي. طيب ليه بقى ما لعبش في المستوى او في الاعمار السنيه في البرتغال في المنتخبات؟ الاجابه بمنتهى الهدوء: لان اللاعب ده ما استمرش في البرتغال كعيشه طول عمره. الراجل ده كان بيلعب في اكاديميه سبورتنج لشبونه، وبعدين راح الناسيونال ماديرا اللي هي موجوده في جزيره اصلا بعيد عن قلب البرتغال، وبعدين سافر مع عيلته انجلترا، وبعدين رجع بعدها تاني البرتغال. فالراجل ده استمراريته في مستوى الاحتراف في الكوره حتى في الاعمار السنيه الصغيره ما كانش اصلا موجود. السؤال التاني الا وهو: الراجل ده لعب 100 مباراه فقط على مستوى الاحترافي ليه؟ لانه باختصار شديد جدا الراجل ده فضل يلعب في مستوى الاكاديميات والفرق الصغيره في البرتغال لحد ما بقى عنده تقريبا 21 سنه. وهو بيقول في الانترفيو ان هو يعتبر فاق متاخر. يعني هو بيقول ان تاتي متاخرا خيرا من لا تاتي على الاطلاق، بس على مستوى الكوره هو شايف انه قعد سنين بينمي قدراته ومهاراته في الاكاديميات عن انه يلعب في بروفيشنال ليفل. فده اللي خلاه لحد النهارده لاعب 100 ماتش فقط.
اي نعم ارقامه في ال 100 ماتش مميزين، بس هو رقم ضعيف على المستوى الاحترافي. وده بقى اللي احنا هنشوفه في الفيديوهات اللي موجوده عند باقي الناس على اليوتيوب، ان هو فعلا عنده قدره على مراقبه لاعب واتنين، وده مش بروفايل مهاجم الاهلي اصلا طالبه. الاهلي كان بيدور على واحد شبه وسام ابو علي، الفينشر، الراجل اللي بيحط جون واثنين وثلاثه. بس انا مش مطالب منك تكون بتطلع لي بره منطقه الجزاء وتكون موهوب او بترقص، ده مش البروفايل اللي انا طالبه خالص. بس دي ميزه فيه عن وسام. في الانترفيو كمان اتسال ان انت سنتين كسرت الدنيا في السويد وبعدها رحت النرويج، ليه ما بتستمرش كتير؟ الاجابه بمنتهى الهدوء ومنتهى العقلانيه، ودي حاجه اللي مميزه بالنسبه لي في انترفيو الراجل ده، المنتاليتي بتاعته العاليه والمميزه قوي كده. ان هو قال لك انه بيلعب كره القدم للاستمتاع. الراجل ده لو ما استمتعش في المكان اللي هو فيه هو مش هيلعبها. هو شايف ان انا بنزل التمرين او بنزل الماتش انا بستمتع. لو انا حسيت ان انا موجود في مكان غير مرحب بيا او انا ما بستمتعش بالكوره، فانا مش هبقى موجود في المكان ده. ودي بقى نقطه سلبيه، لان اللعب هنا في مصر ولعب هنا في النادي الاهلي تحت ضغوطات ان انت محتاج تاخد كل البطولات، ولو ضيعت فرصه الجمهور بينتقدك وبيظهر على السوشيال ميديا. اعتقادي ان لاعب زي ده بالمواصفات دي مش هيستحمل ده، النوع ده من الضغوط. الدليل على كده انه بيلعب في نادي او في مستوى زي السويد او في مستوى زي النرويج، اللي هو مش مستوى عظيم في اوروبا، لانه بعيد عن الانظار، ما فيهوش ضغوطات. في الانترفيو اتسال على اكتر لاعب صاحب ليه في كرة القدم، وكان الاجابة هي رافائيل لياو. رافائيل لياو لاعب اي سي ميلان. وكمان اتسال ايه رايك في الانتقادات اللي بيتعرضها رافائيل لياو، ورد اجابة هي برضو بتدل على شخصية كاموتش دي، اللي هو باختصار شديد ان الناس عايزه تشوفك في الاخر بتجيب جون واتنين وارقام واحصائيات عشان تتعاقد معاك. فبيتحول اللاعب من لاعب بيستمتع بالكوره للاعب لمكنه اهداف. فبيشوف ان المشترك بينه وبين رافائيل لاو ان هما الاتنين بيحبوا ينزلوا الملعب يستمتعوا. ايجابيه ولا سلبيه للاهلي معرفش، انت اللي هتقولي في الكومنتات. ده كمان اتسأل على مانشستر سيتي وارسنال وعلى مستوياتهم في الملعب. كانت اجابته ان هو ما بيستمتعش بالنوع ده من الانديه، تخيل السيتي وارسنال، تمام، لانه شايف ان اللعيبه ما كان بينفذوا تعليمات المدرب بس. قدرتك على الابداع مش موجوده، قدرتك على اظهار موهبتك غالبا المدرب جوارديولا او ارتيتا ما بيسيبلكش مساحه للكلام ده. فاحنا بنتكلم على لاعب جاي يتمزج بالكوره. طب هل بقى الراجل ده بينزل يستمتع بس وبيطنش تعليمات المدرب؟ الحقيقه برضو ان الاجابه في الانترفيو لما قال انه انا اضطريت اواكب اللي بيحصل في كرة القدم وان انا اسمع كلام المدربين، لان لو ما سمعتش كلام المدرب انا هتحط على الدكة. ده اجابة تانية على ليه هو اتأخر عشان يوصل للمستوى الاحترافي. لان الاكاديميات بتتيح لك فرصة انك تستمتع بالكورة، ان مفيش ضغوطات، انت مش مطالب بالنتيجة، انت ممكن تخسر زي ما هو بيقول في الانترفيو 11-1 11-2 بس تكون استمتعت بكرة القدم والنتيجة ما تفرقش معاك. انما لما توصل للمستوى الاحترافي لا، السكور بيفرق، واجوانك واسيستاتك هي كمهاجم اللي بتتكلم عنك. لو ما عندكش الارقام دي بنسبه كبيره مش هتبقى موجود في الانديه الكبيره. كمان اتكلم على نقطه في المستوى الاحترافي في الكوره، وقال انه بيحس ان الناس بتتعامل معاها انها وظيفه. انا بروح للمدرب بسمع كلامه عشان العب اساسي، لو ما سمعتش كلامه بتحط على الدكه. بل ان ده كمان بيتاخد لبره الملعب، ان انا لازم اخد بالي من مقابلاتي، لازم اخد بالي من تصرفاتي بره الملعب. فبحس ان كرة القدم بتكتفك بره الملعب، والنوع ده هو ما بيحبوش. يعني هو عايز يقول ان هو بره الكوره عايز يكون له حياه وعايز يكون يستمتع، عايز يخرج ويروح ويجي. بس فجأة اتسأل سؤال خلانا نخش الجانب تاني جوه اللاعب ده. هو لاعب مستهتر يعني وجاي يستمتع بالكورة وخلاص وعايز يعيش حياة حلوة وخلاص، ولا هو بياخد الموضوع على محمل الجد في بعض الأحيان؟ الإجابة في الانترفيو صادمة. الراجل ده عايز ياخد الكرة على محمل الجد، لانه شايف انه اتأخر كتير جدا عشان يوصل للمستوى الاحترافي. فالراجل النهارده واهب حياته للكوره. الراجل ده بيقول لك انا مش محتاج، يعني في غير المحللين الاداء والمدربين، انا نفسي كلاعب كره قدم بقيت بتفرج على نفسي بعد ما اخلص الماتش، بتفرج على اخطائي، بحلل المنافسين بتوعي، وكمان بشوف نقط ضعف المدافعين اللي قدامي. انا شايف ان انا اتاخرت كتير في الكوره، فانا محتاج الحق اللي باقي من كاريري. دي الاجابه بالظبط اللي قالها في الانترفيو.
وان طريقه تفكيره بتاعت الاستمتاع والاكاديميات دي اخرته لحد 2020 لحد ما بقى عنده 21 سنه، ولكن من بعدها بيتعامل ان انا محتاج يكون ليا كارير ناجح زي باقي اصحابي، زي رافائيل لياو، زي اللعيبه اللي كانت معايا في الاكاديميات في سبورتنج لشبونه وناسيونال ماديرا، وبقى النهارده في مستوى عالمي في الاحتراف. بس في اللحظه اللي بيقرر يتغير المنتاليتي بتاعته بيجيله اصابه صادمه في الركبه بيقعد فيها 8 شهور. معرفش ليه المعلومه دي مش موجوده في اي حته، يعني حتى على الترانسفير ماركت مش موجود ان اللاعب ده جاله اصابه في الركبه. اعتقادي ان النادي الاهلي اكيد في الكشف الطبي بنت له دي، بس قبل الكشف الطبي غالبا ما كانتش عنده المعلومه دي. لما جات له الاصابه بتاعه الركبه دي كان مقرر وقتها ان هو يروح السويد، وهنا خد الكرة على محمل الجدية قوي واتمرن عشان يرجع من الإصابة ويلعب في الفرقة اللي هو فيها في السويد. قفل على نفسه جدا بقى، ولا اصحاب ولا خروج ولا اي حاجة، هو مركز للكرة واهب حياته للكرة. شوف التغيير في تفكيره، عشان يقدم على مدار سنتين في 26 ماتش 26 جون، وده رقم عالي جدا على ارقامه اللي سابقه في الاكاديميات والانديه اللي في البرتغال. فالمذيع بيساله بيقول له ده حماس بقى، يعني انت على مدار سنتين بعد رجوعك من الاصابه متحمس فدوست على نفسك سنتين عشان تجيب الارقام دي؟ كان رده شبه الرد اللي لسه قايله لك من شويه. انا شايف ان انا اتاخرت جدا ان اوصل للمستوى الاحترافي ده، فبالتالي انا لو ما دوستش على نفسي دلوقتي هدوس على نفسي امتى؟ ركز على المنتاليتي اللي اتغيرت يا صديقي. كمان بيقولك يا صديقي ان هو بياخد وقت عشان يتأقلم مع الاندية اللي بيروحها، خصوصا لو هي مناخها وحياتها واللايف ستايل بتاعها مختلف. وده ياخدنا لنقطة سلبية شوية في الاهلي. انا جايبه اعاره يا جماعة 4 شهور ونص، يعني انا من دلوقتي لحد شهر 6. هل الراجل ده هيتأقلم بسرعة ولا شبه السنين اللي فاتت في الاندية اللي كان فيها؟ كمان بيقولك ان هو بسبب انه كان بيتعرض على انديه كتير والوكلاء بتوعه ما بيجيبولوش اعظم انديه في الدنيا، فقرر ان هو لما يروح نادي جديد ما يروحش بقى المهاجم البرتغالي الحريف اللي بيرقص وشغل الاكاديميات، بيروح يعمل المطلوب اثباته. يعني هو في المباراه ممكن يلمس الكوره مثلا 10 12 مره فقط، بس يبقى جايب جون ولا اتنين. وهنا فهم ان الارقام بتاعت اللعيبه مهمه اكتر بكتير من المهارات. كمان اتكلم في نقطة مهمة جدا، ان هو راجل حاسم في الماتشات مش بتاع تمارين. يعني هو ما بيأديش في التمرين 100%، هو بينزل يستمتع بجو الجمهور والمدرجات ويشوف الناس، وده اللي بيديله قدرة ان هو يبدع اكتر. الحقيقة يا صديقي ان انا حاولت اختصر لك انترفيو على قد ما اقدر، بس بصراحة هو ساعة وربع وطويل، وجبت كوبايتين قهوة عشان اعرف اركز واعرف اقول لك الكلام ده كله. طيب ملخص الانترفيو ده بعد كل الرغي ده بقى ايه؟ ان اللاعب ده ريسك. انت جايب لاعب هو مش افريقي، انت جايب لاعب هو فعلا اوروبي، خريج حواري واكاديميات البرتغال، فعنده حته المهاره والاستمتاع. نضج متاخر، منتاليتي بتاعته دلوقتي قويه جدا. بس هل ان انا اجيب لاعب زي ده في التوقيت ده هو البروفايل المناسب ليا؟ يعني هل اللاعب ده هو تعويض على بروفايل وسام ابو علي؟ الاجابه لا. طب هل ده معناه يا احمد ان هو هيفشل؟ برضو لا. انا ما رحتش جبت لاعب رقم 9 صرف، عمرو زكي، مصطفى محمد، وسام. انا جايب لاعب بيحب الكوره وبيستمتع بيها وهيساعد زمايله في البساط، ومش مهم عنده يجيب جون على قد ما ان الفرقه تجيب جون. ده في بعض الاحيان ما يبقاش مفيد لانديه بتنافس على العدد ده من البطولات زي النادي الاهلي، ومش مفيد على لاعب جاي اعاره وانا عندي بند شراء ليه في نهايه الموسم. وانا كان وجهة نظري المتواضعه ان انا ما اخدش الريسك ده، لان انا عندي بدايل. يعني انا على مدار الاسابيع الجايه هحط لك بروفايلات مهاجمين. انا زي ما جبتش حد من دول، انا جاي بجيب فينشر مضمون. انا مش عايز لاعب اختبر بقى هو عظيم بالكره قد ايه ومش عظيم بالكره قد ايه. انا جاي بلعب برقم 9 هو ارقام مهاجم. في النهايه كل مخاوفي منه من الارقام والاحصائيات وانتقالاته بين الانديه كتير لقيتها في الانترفيو اللي سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. انت اللي محتاج بقى تقولي في الكومنتات بعد ما اختصرت لك الساعه وربع بتوع الانترفيو الوحيد ليه على السوشيال ميديا، انت مقتنع بالصفقه دي ولا كنت شايف نكمل بجراديشار لنهايه السنه وبعدين بقى في الصيف بهدوء كده نقعد نتفرج على بروفايلات مهاجمين كتير ونشوف المناسب لينا ونجيب حد شبه وسام هو فينيشر بس.